نجلاء بعد ما اتجوزت ب6 شهور اكتشفت إن جوزها مدمن مشاهدة الأفلام الإباحية. نجلاء عندها 27 سنة، متجوزة من شاب عنده 32 سنة. جوزها يجي من الشغل، إذا كان هيقعد مش معاها شوية هيتغدى وبعدين يدخل هينام شوية ويقوم يقعد على اللابتوب بتاعه ب3 4 ساعات. بدل ما بيقعد معاها لا، بيقعد على اللابتوب بتاعه في الأوضة وقافل على نفسه الأوضة. وهي هنا بتستغرب، هو في إيه الحكاية؟ ما أنت خلاص نمت الظهر، أمال في إيه؟ هو قافل على نفسه ليه؟ ده أكيد بيعمل حاجة، أكيد بيكلم واحدة. فهي هنا بقت هتكلم نفسها وتقعد تقول له أنت ليه ما بتقعدش معايا؟ يقول لها أبدا ما فيش حاجة، ده شغل، حاجات متأخرة عليا في الشغل وبخلصها في البيت. في الأول صدقت، لكن بعد كده لقيته هو مستمر على كده على طول. عملت إيه؟ خلته مرة في الشغل ودخلت على اللابتوب بتاعه، فتحته وهو مش عامل له باسورد ولا حاجة. فلما دخلت طبعا بنقدر نجيب الحاجات اللي انت ممكن تتفرج عليها من على جوجل، تمام، بالساعة وباليوم. هنا اكتشفت ان جوزها بيدخل على المواقع الإباحية. وهنا كانت الصدمة ليها، لأن هي في الأيام الأخيرة لاحظت إن جوزها بيطلب منها طلبات غريبة. طلبات في الأول كانت طلبات عادية، طلبات مشروعة، لكن بعد كده إن هو بدأ يطلب منها طلبات في العلاقة ما ينفعش إن هي تقول له فيها نعم، ما ينفعش فيها إن هي تعصي ربنا عز وجل. وطبعا حضراتكم فاهمين. هنا الزوجة استغربت، وعشان كده فتحت اللابتوب بتاعه وقالت لا، أنا هفتح بقى اللابتوب كده وأشوف إيه الحكاية وإيه الشغل اللي هو بيقول لي عليه ده، لغاية ما اكتشفت الموضوع ده. هنا خليته بعد ما رجع من الشغل قعدت معاه وواجهته وكلمته وقالت له ان انا فتحت اللابتوب وشفت كذا كذا، وانت بتقعد ب3 4 ساعات قافل على نفسك الاوضه علشان خاطر بتتفرج على الافلام القذره ديت. هنا هو طبعا دخل في عينيها ولا لا، ما حصلش، مين اللي قال لك كده؟ دي الحاجات دي من زمان ومش انا اللي كنت بدخل عليها، ده صاحبي لما كان بيجي عندي. طبعا هو هنا حب يدخل في عينيها، ولكن هي ما صدقتش ولقت ان الموضوع بيتكرر برضه ويدخل يقفل على نفسه. هنا خدت بعضها وراحت لدكتور نفسي وحكت له الموضوع. قال لها كده جوزك يبقى مدمن الافلام الاباحيه. ازاي يعني؟ هو ده، انا مش معوزاه حاجه، انا اللي هو عايزه كله بعمله له. ولكن في للاسف نوعيه من الناس بتبقى يعني مش مستكفيه بمراته بس، لا كمان بيقعد يتفرج على الافلام ديت. الافلام ديت الرؤيه فيها كتير او مشاهده الافلام دي كتير بتؤدي في الاخر الى ادمانها والعياذ بالله، بتجيب الفقر. الافلام ديت، رؤيه الافلام ديت والعياذ بالله بتجيب الفقر في البيت. هي هنا حبت ان هي تكلمه تاني وقالت له بص انا هقول لك على حاجه، انا مش مصدقه اللي انت قلته لي، وانا عارفه ان انت بتقعد تتفرج على الافلام ديت. انا رحت للدكتور نفسي وقال لي انت لازم انك انت تروح وتقعد معاه علشان خاطر يعالجك من الموضوع ده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مدمن ايه ويعالجني ايه؟ طبعا هو رفض رفض تام. تمام، صبرت عليه، سابته كام شهر كمان، ولكن لقيته هو مستمر على كده، وان حياته هي بالظبط، ويجي ويقفل على نفسه ب3 4 ساعات وقاعد وفاتح اللابتوب، خلاص كأنه متجوز واحدة تانية. هي هنا ما لقتش سبيل او طريق الا انها تعمل ايه؟ راحت رفعت عليه قضية خلع، لانه هو حتى رفض ان هو يروح لدكتور ورفض ان هو يطلقها، فرفعت عليه قضية خلع للسبب الغريب ده. طب انت هنا ربنا مديك زوجة، ربنا عفك بزوجة، ليه تعمل كده؟ ليه تغضب ربنا؟ ليه تتفرج على الافلام ديت والعياذ بالله؟ وللاسف الشديد بيحصل الكلام ده. الواحد بيختلي بنفسه، في ناس كده شباب تختلي بنفسها، يبقى شاب وممكن يكون كبير كمان، ويقعد مع نفسه ويختلي بنفسه ويقعد يتفرج على الحاجة ديت ويعصي ربنا وهو بينه وبين نفسه والعياذ بالله. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا وأتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.